ليش العرب تلبس الشاعر المادح بشت؟ أولا بسبب فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع الشاعر كعب بن زهير المزني الذي كان قد أهدر دمه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بسبب قصيدته أهداه بردته الشريفة عليه الصلاة والسلام وعفى عنه. وبعد هذا الفعل جرت العادة عند العرب أنها تلبس الشاعر المادح بشت، والبشت له هيبة ومكانة عظيمة عند العرب وما زال إلى اليوم. ركزوا معي في هذه القصة الجميلة وصلوا على الحبيب عليه الصلاة والسلام. كعب بن زهير قبل إسلامه هاجى النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين، فأمر النبي بهدر دمه، يعني اللي يلقاه يقتله. في يوم من الأيام دخل متخفيا إلى مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، والنبي كان في جمع مبارك من الصحابة، وكان ملثم كعب بن زهير، فوقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام وطفق مرتجزا هذه القصيدة الشهيرة التي لا ينساها التاريخ والأدب العربي. قال في مطلعها: اللهم صل على محمد عليه الصلاة والسلام، وهو ينظر إلى النبي ملثم كان يقول: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا، إلا أغن غضيض الطرف مكحول، هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة، لا يشتكى قصر منها ولا طول. إلى أن دخل في صلب الموضوع وقال: كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول، وقد أتيت رسول الله معتذرا والعذر عند رسول الله مقبول، مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل. فلما وصل كعب عند قوله: إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول، قام له النبي عليه الصلاة والسلام ونزع بردته الشريفة والبسه إياها وعفى عنه صلوات ربي وسلامه عليه. الكريم ابن الكرام أرواح له الفداء، صلوا عليه الصلاة والسلام. نعم، أسلم كعب بن زهير المزني رضي الله عنه وارضاه، واستخدم لسانه في نصرة الإسلام والمسلمين. ثم جرت العادة بعد فعل المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي كان سلوكه هديه وأفعاله يقتدى بها، أنه العرب إذا مدحها أحد في الشعر أو شيء تعطيه وتلبسه البشت، لأن البشت زي ما قلنا له مكانة وهيبة عند العرب إلى يومنا هذا. وأخيرا نحبكم في الله وصلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام.